بصوا يا جماعه، اللي هوريه لكم دلوقتي هيخليكم تخافوا على مهن البشر اللي هتبدا تنقرض قريب. تعالوا نشوف مع بعض. اكيد كلنا عارفين غزل البنات بيتعمل ازاي. الراجل اللي بقى واقف على عربيه او كشك وقدامه حله فيها حاجه بتلف كده وفيها حراره وبيحط فيها سكر، يطلع غزل بنات يلفوا على العصايه، يقعد يشكل فيه ويلونه. واعتقد ان مفيش حد في جيلنا او الجيل اللي قبلينا او الجيل اللي بعدينا ما راحش عند عمه بتاع غزل البنات وخد منه غزل بنات. المفاجاه يا صديقي بقى ان الراجل بتاع غزل البنات ده اختفى، ما بقاش موجود، وحلت مكانه ماكينه. والله زي ما بقول لك، ماكينه اهو، تاتش سكرين، بتدوس عليها تختار الشكل واللون والتصميم وتدفع كاش او بالكريدت كارد للماكينه. برضه تتفرج بقى على الماكينه بقى وهي شغاله وبتحط سكر وبتقلبه، تحط كمان غزل البنات تلفه على الستيك وتعمل اشكال غير متوقعه بصراحه. وبالمناسبه كمان ما بقاش اسمها غزل البنات، بقى اسمها كوتون كاندي. وهنا صاحب الفكره وفر مرتب عمه بتاع غزل البنات وشد الناس اكتر للتجربه، ازاي يختاروا التصميم ويدفعوا ويشوفوا الماكينه وهي بتعمل غزل البنات. لا شابوه بجد، والنتيجه في الاخر مبهره. المشكله مش في كده، التطور حلو وكل حاجه، ولكن في مهن هتنقرض فعلا، ومنها عمه بتاع غزل البنات. معلش ما تزعلوش، بس يا ريت تتابعوني عشان تشوفوا كل جديد. سلام.